السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني. كل سنة وانتم طيبين بحلول الشهر الكريم. يا رب كده تبقوا سعداء كده وتقضوا في الخير يا رب كلكم يا رب. هعمل معاكم النهارده ان شاء الله باذن الله الفراوله، كيسها في الكاس. انا طبعا عملت تحضيرات رمضان كده بسرعه، ما عملتهاش فيديوهات بصراحه عشان كنت يعني ايه مشغوله. فهعمل معاكم الفراوله اكيسها واشيلها. انا طبعا الفراوله كتيره اليومين دول ما شاء الله يعني، وكتيره ومش غاليه، ب 10 جنيه انا جايباها. فلك مني كنت شايله حاجات وكده، جبت 2 كيلو ما شاء الله زي ما انتم شايفين زي الفل. هعملها معاكم كده واكيسها. الاول طبعا خالص نغسلها زي الفل وجميله ومفيش حاجه بايظه يعني بصراحه، ومش غاليه زي ما انتم شايفين، يعني موجوده كتير. بصوا ما شاء الله مفيش حاجه بايظه خالص. طبعا اغسلها مره وبعد كده اسيبها شويه تتنقع، فيها حاجه كده لازقه ولا حاجه. بصوا ما شاء الله. انا ما عملتش معاكم تحضيرات رمضان عشان والله جيت في الاخر كده، ويعني الدنيا بقت تجري كده والعين بتجري، وعشان ما بجيب حاجه افتكر حاجه تانية اروح نازله جايباها. يعني عارفين ساعات الواحد بيجيب حاجات يعني مش بكميه السنه اللي فاتت عشان برضو الاسعار، بس يعني برضو الواحد جه في الاخر وانشغل خالص. فكنت يا دوب بكيس بقى واشيل واحط، مش انتوا عارفين ان الفيديو بيبقى ليه تحضيرات جامده يعني قبل ما الواحد بيعمل الفيديو بيقعد يحضر ويعمل او يوضب حاجه او يعمل حاجه. لكن بالنسبه للي عادي بقى لما نيجي نشيل على طول، يعني نوضب ونشيل على طول، لا تصوير بقى ولا حاجه. فده اللي خلاني يعني انا جبت يعني كام خضار كده وبرده خليتهم كام نوع خضار، وجبت برده طماطم ويعني شلتها، بس ما لحقتش بصراحه اعمل فيديوهات. كل سنه وانتم طيبين، يا رب يعود عليكم بخير على حبايبكم يا رب. بس كده خلاص. نبتدي بقى ايه، نشيل الوردة دي. طعمها معسل وجميلة بصراحة.
احط لها بقى كده حوالي 5 معالق سكر. طبعا السكر ده بتاعكم انتوا برضه، عايزين تزودوا زودوا، تنقصوا تنقصوا. 4 5 معالق كده وكيسها بعد كده. وفي رمضان طبعا هتسهل امور كتير قوي قوي يعني. جيت تعملي تروحي مطلعاها ضربها في الخلاط، خلاص كده الموضوع انتهى. بس كده خلاص كده تمام. خلاص كده هتتكيس تبقى جميله، يا دوب تطلعيها وتعمليها زي ما انتوا شايفين. ادي احنا كيسناه وطلع 3 اكياس حلوين اهم ما شاء الله يعني. وطبعا انتوا بتقيسوا حسب يعني عندكم في البيت، مثلا على حسب العدد اللي في البيت بتعملي اكتر فتعمليه على كيسين، تعمليه على 3 زي ما انت عايزه. انا عامله على 3 اهو لان الكيس هيطلع شفشق ويعني يا دوب بيقضينا. 3 اكياس. وعامله كيس من غير سكر صغير كده لان ابني عايزه من غير سكر. حاجه جميله وحاجه حلوه في البيت من غير ما ابقى حافظه. وان شاء الله انا هبقى اجيب تاني برضه وهعمل يعني. يا رب يكون عجبكم وتعملوا كل حاجه كده وتتهنوا. ورمضان كريم عليكم وعلى حبايبكم يا رب، وكل سنه وانتم طيبين. لايك وشير، فعلوا الجرس عشان الوصلات توصل لكم. ميرسي قوي، سلام عليكم.